السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة في البيت مع تسنيم. اليوم ان شاء الله جبت لكم هاد الحريشات صغارين. صراحة كيجيو مزيونين بزاف. لا بالنسبة للشكل ديالهم كيجيو هيدا صغيورين حلوين احسن من حريشة هيدا كبيرة. يمكن لكم توجدوهم يعني في اخر لحظة كيوجدوا دغيا. يلا خليكم مع المقادير. المقادير اللي غنحتاج لهاد الحريشات، عندي هنايا نص كيلو ديال السميده رقيقه، السميده اللي كنعملوها في بغرير كنعملوها في حرشه. غنحتاج لها هنايا عندي مغروفه كبيره ديال الزبده مذوبه، نص كاس ديال الزيت، مغروفه صغيره عمره ديال الملح، عندي مغروفه صغيره ديال الخميره ديال الخبز ما تكونش عامره بزاف، عندي مغروفه كبيره عامره ديال العسل، يمكن لكم تعوضوها بمغروفه كبيره السكر، عندي واحد الخميره الحلويات وواحد فاني، وعندي جوج كيسان ديال الحليب دافي باش غنجمع به الحرشه. صافي هنايا السميده كنضيف عليها ملاح، كنضيف عليها الخميره ديال الخبز، كنضيف عليها فاني ساشيه ديال فاني، والخميره ديال الحلوى من فئه 8 غرام، 8 اولا 7 اللي موجود. صافي كنضيف الزبده اللي هي مذوبه، وكنضيف الزيت، قلنا نص كاس ديال الزيت، والعسل. العسل يمكن لكم تعوضوه بمغروفه كبيره ديال السكر. صافي وكنخلط المكونات كاملين مع بعضهم بهذه الطريقه هذه، يعني حتى كندخل ديك الزيت والمكونات كامله في السميده، كنبقى فحال اللي كنرمل السميده او نرملوها هيدا غير بالاصابع ديال يدنا. دابا غنضيف الحليب، كيف ما كتعرفوا الحرشه راه ما كتعجنش، المهم كنبقاو نخدموها غير بالصبيعات ديال يدنا. انا نبقى نضيف الحليب حتى تجمع لي تجمع لي الخليط كامل. صافي هانتوما الخليط هو التجماع كيجي على هذا القوام هذا، كتجي خفيفه كما كتلاحظوا. غادي انا غنخليها واحد 5 ديال الدقائق، عاد غنرجع باش نشكلها، غنخليها ترتاح واحد شويه، عاد نشكلها ان شاء الله يا ربي. يلا هانتوما معايا. صافي هانتوما الخليط ديال السميده ديالنا ها هو، من بعد ما ارتاح واحد 5 ديال الدقائق غنحتاج هنايا هاد القالب ديال الكيش الفردي، وغنحتاج هنا السميده. صافي كنحاول نرش السميده في القالب، وغنشكل غنشكل العجينه ديالي على شكل كره، وغندوزها في السميده بهذا الشكل هذا. صافي وغنعملها في القالب وغنحاول نبسطها باش تدي الشكل ديال القالب، باش كتجي مطراسيه يعني فحال ديك بحال داك الشكل ديال القالب، كتجي صراحه مزيونه بزاف. هنايا غنزيد معكم وحده اخرى، دائما كنرشوا القالب بسميده. صافي كنشبروا الكره ديال العجينه وكنعملوها في القالب وكنبسطوها مزيان. في هذا الاثناء كتكون عندنا مقله
ثقيله، يعني اللي كنطيبوا فيها الرغايف والحرشه. صافي كتكون عندي كتسخن، خاصها تكون سخونه مزيان، عاد يمكن لي نطيب فيها الحريشات ديالي. صافي هانتوما كنبسط الحريشه ديالي هيدا في القالب مزيان، كتجي على الشكل هذا. صافي هنايا مقله من بعد ما سخنت غادي ندهنها كامله بالزبده بهذا الشكل هذا. صافي كنجيب الحريشات ديالي بكل سهوله، كنحيدهم من القالب وكنزلهم في مقله. صافي الحريشه اللي وجدتها كنزلها في المقله بهذا الشكل هذا. هانتوما يعني كتحيد من القالب بكل سهوله، ما كتلصق ما والو. صافي وكل مره كنبقاو نطلعوا عليهم من تحت واش طابوا. غنزيد وحده هنايا. صراحه هنايا مقطع ما تصور لي شي. المهم انا هادوك اللي طابوا راه دهنتهم بالزبده عاد قلبتهم، يعني حتى دهنوهم من فوق بالزبده عاد قلبوهم. صافي هانتوما بهذا الشكل هذا. هادو من بعد ما طابوا لي من جهه اخرى غادي نعمل فوق منهم الزبده في الوجه اللي ما طايبش. صافي وكنقلبهم، انا نقلبها بهذا الشكل هذا باش كتحمر، كتعطي كولور مزيون للحرشه، ما كتبقاش مبوقعه في الطياب. صافي هانتوما الحريشه ديالي هادي راها طايبه، صافي غنحيدها زوله. هذه كذلك حتى هي راها طايبه، خليها تزيد واحد شويه. صافي وهذه غنعمل لها الزبده باش نقلبها. صافي هنايا الحريشات ديالي طابوا، هما طايبين على جوج ديال الجهات. صافي كنزولهم. صافي وهنايا عملت الحريشات كاملين، عملتهم هيدا مع بعضهم في مقله، يعني ما كاين حتى شي مشكل، يعني ما كيلصقوا ما حتى حاجه. هانتوما الحريشه كيفاش كطيب صراحه كتجي غزاله، كتجي مزيونه بزاف، خصوصا ملي كنعملوا لها ديك الزبده من فوق، يعني كتحمر لنا الحرشه على جوج ديال الجهات وكتجي الحرشه في شكل ديالها مزيون. وشكل فردي صراحه كيجي رائع، كيزين يعني الطبيله. والزبده دائما كنعملوها في الوجه كيف ما قلت لكم باش كتعطي لنا ديك الطياب مزيون هيدا الحريشه. صافي انا غنكمل الحريشه ديالي كاملين اللي باقيين بهذا الشكل هذا، وملي يطيبوا ارجع معكم. وهنايا من بعد ما كملت الحريشات ديالي كاملين بالطياب كيجيو على الشكل هذا. كنرفقوهم يعني باي حاجه كتعجبنا ناكلوها مع الحرشه او لاي حاجه متوفره عندكم. المهم انا هنايا قدمتهم مع العسل واملو زيت بلديه، المهم اللي متوفر عندكم يمكن لكم تقدموهم مع هاد الحريشات الفرديين، صراحه كيجيو مزيونين بزاف والمذاق رائع وشكيل. هانتوما كيف ما كتشوفوه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسوش الاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد. يلا خليت لكم الراحه، مع السلامه.